الأستاذة جيهان لفت بينا تراث كامل عن الحياة القروية وعن الريف، وازاي البنت الصغيرة بتحضن البطة بتاعتها وبتقول ايه. الأولاد وهم بيلعبوا في البرواز، برواز أبوه وأمه عارفين إن هم مش هيتجرحوا من الإزاز، فبيبقى البرواز من غير إزاز. زي مثلا أنا يعني لقيت نفسي بكتب لوحدي، إحنا الثلاثة لطاف وعزاز داخلين نلعب في البرواز، لو حافين ما يهمش أبدا، والبرواز ده ملوش إزاز. أنا مش هقدر يعني أوصف. طب نيجي مثلا دي مثلا اللوحة دي هنا بيقول من صغري بلعب بالطوق، اضرب فيه يضحك وبروق وانا حافي وبيجري معايا، فيه بينا عشرة معزوق. هي دي الحياة. لو جينا هنا مثلا احنا مش عايزين بقى يعني بلاي ستيشن والكلام ده كله، لا احنا العابنا على قدنا واحنا اللي بنعملها بايدينا. فبقول مش هشتري العاب بفلوس ولا صاحبي هقول له يا منحوس، العابنا عاملاها ايدينا وبنضحك على الفقر ندوس. انا عايز اقول كلام كتير، بشكرها الدكتورة جيهان، وبشكر كمان التلفزيون انه اهتم اهتمامه الاعلامي الكبير، وبشكر الاستاذه المخرجه والمذيعه والمصور، وبشكر كمان الدكتور مجدي صابر لانه اتاح لنا الفرصه انه نستضيف ونحضن التراث الجميل ده. وبعدين ما انساش ان الاستاذه جيهان مش تستحق الجائزه الاولى بكاس العالم في مهرجان او في على 17 دوله في التصفيات، لكن انا بقول هي لابد واناشد رئيس الجمهوريه من هذا المكان ان لابد ان يهتم بها رئيس الجمهوريه ويكرمها تكريم خاص لانها رفعت راس مصر عاليا في المحفل الدولي للفنون التشكيليه. وشكرا.